ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل مع بعض وصفة النهاردة. انا جبت الصينية بتاعتي وحطيت فيها حوالي ربع كيلو من السجق من غير اي دهون خالص. الصينية انا مولعة عليها على النار وهبدأ اشوح كده في السجق. اول ما هيغير لونه هطلعه في طبق خارجي على جنب. والدهون انا مش حاطة طبعا اي دهون خالص، الدهون دي انا محتاجاها. بعد كده هحط عليها حوالي معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة المتوفرة عندك. وبعد كده اول ما هتسيح معايا هبدأ انزل عليها بمكعبات من اللحمة زي كباب الحل حوالي ربع كيلو، وهبدأ افردها كده في الصينية، مش هقلبها خالص عشان ما تنزلش المية بتاعتها. اول ما هتاخد لون من تحت هبدأ اقلبها عشان تتشوح من كل الجوانب بتاعتها. هبدأ بس اقلبها كده تقلبتين. اول ما هتغير اللون بتاعها هبدأ كمان اشيلها، بس لازم تتحمر كويس عشان تبقى معايا متشوحة وتكون سهلة معايا كمان في التسوية. بعد ما خلصتها هجيب الصينية بتاعتي، وكده هنا كمان مقطعة معايا خضار، معايا بصل وطماطم وجزر وفلفل وكمان ذرة. هبدأ انزل بيهم كده في الصينية بتاعتي. وكمان هجيب السجق اللي انا عملته هقطعه كده قطع صغيرة، وكمان اللحمة بتاعتي هنزل بيها. مش هحط ملح، هكتفي بس بالملح بتاع السجق، وهنزل عليها كمان برشة من القرفة ورشة من الفلفل الأسمر، وهحط كمان عليهم معلقة من الريحان المجفف، وهنزل كمان عليهم بمعلقة من الكزبرة، وكمان هحط عليهم معلقة من السبع بهارات أو بهارات اللحمة المتوفر عندك تقدري تحطيه. هنزل كمان عليهم بمعلقة من الزعتر، ودي بتدي ريحة حلوة قوي، اختياري طبعا. طبعا تقدري تحطي الملح على حسب رغبتك. بعد كده هحط عليهم حوالي معلقتين من الزيت. ودلوقتي هجيب بقى ورقة الزبدة هكرمشها وهبلها تحت الحنفية واغطي بيها. طبعا هنقلب اللحمة والسجق وكل الخضار عشان يتبل في بعضه. بعد ما حطيت ورقة الزبدة هحط كمان ورقة الفويل وهدخلها الفرن على درجة حرارة 220. هتقعد حوالي ساعة، او تقدري تعمليها على النار من فوق، بتبقى سهلة قوي وما بتاخدش معاكي اي وقت. ده كان شكلها بعد ما استوت بقى. مش قادرة اوصف لكم بقى، اللحمة ضايبة دوب والسجق وكل حاجة، بصراحة الاكلة ريحة وطعم مش قادرة اوصف لكم. الوصفة سهلة وبسيطة والخضار دايب دوب. تقدري تستخدمي اي خضار متوفر عندك واي بهارات متوفرة عندك، جربيها وهستنى رأيك.